النهارده بقى عايزه كل ست كده بتسمعني تقعد وتستريح وتنيم العيال او توديهم اي مكان عشان تسمع وتركز كويس قوي، لان اللي احنا هنحكيه النهارده ممكن في ناس تستفيد قوي منه وتاخد منه النقاط الايجابيه، وفي ستات هتشغل مخها وتعمل حركات شر اكتر وهتبقى فاهمه نفسها ان هي كده بتعرف تاخد حقها وتعرف المستخبي. النهارده بعت ست بتقولي انا ركبت كاميرا في عربيه جوزي، وبنصح كل ست بتسمعني انها تركب كاميرا في عربيه جوزها. طب ليه يا ستي عملتي كده؟ قالت لي انا كل قصتي معاه من اول ما ابتدت وانا مش مرتاحه له، مكالمات كتير، شايف نفسه من الناس اساسا اللي بينزل وهو مهتم بنفسه وعلى الفرازه، فحاسه ان حركاته مريبه ومش عجباني. المهم ان انا طول الوقت حاسه انه مش مظبوط، وفعلا في مره بكلمه وقفلت معاه هو نسي يقفل، سمعت صوت حد جنبه. من اليوم ده والفار لعب في عبي، حسيت ان في حاجه غلط، فقررت وانا اخويا اصلا شغال في المجال بتاع الموبايلات والكاميرات وخلافه، وطلبت منه يجيب لي كاميرا. قال لي ماشي، جاب لي كاميرا صغيره كده وعلمني ازاي احطها. حطيتها في عربيته وكنت فاهمه ان انا هعرف كل دبه النمله اللي بتدور في العربيه، وفعلا مفيش اسبوع اسبوعين ما لقيتش اي حاجه. في الاسبوع الثالث لقيت واحده راكبه جنبه. مين دي؟ معرفش، ما شفتهاش قبل كده، شكلها غريب، مش هقدر اقول وحشه ومش هقدر اقول حلوه، لكن الفار لعب في عبي، ما بقتش عارفه اعمل ايه. ابتديت طبعا اسلوبي يتغير معاه، كل ما يكلمني اكلمه بقرف، يجي يقول لي اي حاجه حاسبن عليه، قعد يقول لي مالك انت معوجه ليه، ما تتعدلي، ما تقولي انت فيكي ايه، فاض بيا. ونسيت بغباء اني كده انا هعرفه اني كنت بتجسس عليه. فقلت له من الاخر كده، انت في واحده كانت راكبه معاك الساعه الفلانيه في اللحظه الفلانيه وانا عرفت كل حاجه. لقيت وشه جاب الوان وقال لي انت عرفتي منين؟ قلت له ما يخصكش عرفت منين، عرفني مين دي وعرفتها فين وازاي وايه اللي مخليها تركب عربيتك. لقيته بيقول لي يا بنتي ما تفهميش غلط، انت مجنونه ولا ايه؟ دي كانت جارتنا من زمان جدا وطلعت اختي في الرضاعه. قلت له نعم يا اخويا، اختك في الرضاعه؟ قال لي والله اختي في الرضاعه، امي طلعت مرضعاها من واحنا صغيرين وهي كبرت واتجوزت وسافرت ولسه راجعه، وانا قابلتها صدفه فخدتها معايا طبعا من باب الشهامه والرجوله ووصلتها، واللي قالك ممكن يقولك خط سيري كان ازاي. الغريب فعلا ان هو وصلها للبيت اللي فيه امه، وانا سالته قلت له هي عايشه فين؟ قال لي في نفس البيت القديم بتاع امي. فانا صدقت، قلت له طيب هي كانت يعني جايه تقعد شويه وهتمشي ولا ايه حكايتها؟ قال لي لا دي اتطلقت واحتمال تيجي وتقعد هنا وتستقر، لكن دي اختي في الرضاعه، اختي بقولك انا وحيد وماليش اخوات، وامي وامها كان في بينهم صداقه كبيره، فامي رضعتها وامها رضعتني، ودخلني في فيلم كبير جدا. المهم انا برضو حسيت ان لا انا مش هصدقك، انت ممكن تكون بتضحك عليا. اتصلت بحماتي وقلت لها اللي حصل، لقيت حماتي بتقول لي اهدي بس انت على طول بتغيري، وما وصلتش لاي نتيجه معاها. ويومين رحنا لحماتي لقيت حماتي بتقول لي نفس الكلام، بتقول لي يا بنتي ما تكبريش الموضوع، دي فلانه دي كنت ما كانت مع ابني وهم صغيرين ورضعتها وما رضعتها وكل الفيلم اللي جوزي قاله لي. قلت لها طيب خلاص زي ما انتوا شايفين، ونادوها عشان يعرفوني عليها. لقيت واحده ست لطيفه جدا، دمها خفيف، ظريفه، مش هقول ملكه جمال لكن ست حلوه وملفته. فانا حسيت اني مكسوفه من نفسي، ازاي انا ست ظالمه قوي كده وبراقب جوزي وبتابعه وجبت الكاميرا عشان اتجسس عليه، والتجسس ده اصلا اذاني انا اكتر ما اذاه. وابتديت بقى اغير خطه تفكيري كلها واقول جوزي راجل محترم، جوزك راجل محترم، جوزك راجل محترم، واسمع ودني الكلمه كتير، مفيش اي مشكله. وابتدت زياراتها لينا تبقى كتير وزياراتنا ليها تبقى كتير، خاصة ان معاها ولد واحد راجعة مطلقة، كانت عايشة في دولة من دول الخليج ملهاش اي حد، فهم اسرتها وهم اهلها. طبعا انا فكرة ان هخطف الرضاعة ما بقتش مخلياني خايفة منها اطلاقا، يمكن لو ما كانتش اخته كان ابتدى الفار يلعب في عبي وكنت خفت وقلت دي ست مطلقة وممكن يطمعوا ببعض، لكن فكرة انها اخته سكتتني تماما عن الفكرة. وابتدت تجيلي وانا حبيتها بجد، وبقت اقول لها تجيلي كتير وتزورني كتير، وبقت تيجي وتبات عندنا ونخرج سوا، وابنها بقى صاحب ولادي جدا وبيحبوا بعض قوي، وولادي بقى يقولوا لها يا عمته.
وفضلنا كتير كده اكتر من 7 سنين. 7 سنين مدة كبيرة صح؟ مدة كبيرة وانا عايشة وفاكرة ان جوزي دي اخته، وحماتي بتاكد لي كده، وكتير اروح عند حماتي الاقيها عندها قاعدين وواكلين ومبسوطين وشاربين الشاي والحياه حلوه جدا. اروح لدرجه ان انا بقيت كل ما اروح لحماتي انا اللي اتصل بيها واقول لها هو انت مش هتطلعي ولا ايه؟ اطلعي، عايزين نقعد كلنا مع بعض ونلعب كوتشينه، وجوزي يجي اخر الليل يلعب معانا وبيبقى مبسوط جدا، ونبات يوم واتنين عند حماتي وهي تيجي تبات عندي. حياه حلوه، حياة جميلة، وولادي بيحبوها جدا. عمته راحت، عمته جت، خاصة ان جوزي وحيد ومالوش حد، فطبيعي يتعلقوا. وطول الوقت هي لطيفة مع ولادي، وتجيب لهم لعب وتجيب لهم هدايا، وما تفرقش بين ولادي وابنها وولادي. طيب انا عاوز ايه تاني؟ وعدى 7 سنين على الوضع ده. وفي يوم وهي بايت عندي الساعة 3 الفجر لقيت جوزي قام من جنبي. قلت عادي، رايح الحمام، وكملت نومي. بس قلقت تاني بعد نص ساعة، لقيته مرجعش. قلقت عليه، قلت لا يكون جراله حاجة في الحمام. والله قلقت عليه، والله ما تظنوش فيا السوء، ولا كنت قصدي اراقبه ولا في دماغي اصلا. انا قعدت 7 سنين شايفاه اكتر راجل مخلص واكتر راجل حنين، وكنت بلوم نفسي على كل السنين اللي كنت بشك فيها. فعلا قلقت عليه. قمت رحت الحمام ما لقيتوش، استغربت، فكنت رايحه لاخته عشان اخبط عليها عشان اقول لها انا مش لاقيه اخوكي في الشقه، يا ترى هو راح فين؟ بس لما دخلت اوضتها لقيت كارثه، لقيت اخ واخته في وضع مش تمام، ولقيتهم قريبين من بعض، مش قرب ابدا اخ واخته. ساعتها صوتت وصرخت، العيال نايمه، قام كتم نفسي وقال لي اسكتي اسكتي هتفضحينا. قلت له هفضحكم؟ انا اللي هفضحكم؟ انتوا ايه؟ انتوا ازاي كده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في بيتي؟ ايه اللي قومك من جنبي بقالك اكتر من نص ساعه؟ وايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي مقعدك جنبها بالطريقه دي؟ وانتي ازاي ساكته على وضع زي ده؟ وازاي راضيه بوضع زي ده؟ وكنت ثورجيه بقى وبعلي صوتي. لقيتها قامت وصارت وقالت كفايه بقى كفايه، انا استحملت كتير. فانا قلت لها استحملتي كتير؟ ايه اللي انت استحملتيه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ قالت لي على فكره بقى انا مش اخته، وانا مستغربه انت ازاي ده كله ما فهمتيش. قلت لها ما فهمتش ايه؟ امال انت مين وايه اللي جايبك هنا؟ قالت لي انا مراته بقالي 7 سنين، والحمد لله ان ده حصل عشان تعرفي وتشوفي بعينك. قلت لها انت مراته؟ ازاي مراته؟ امال ايه فكره انك اخته في الرضاعه وان انتوا مع بعض واخوات وامك وامه؟ ايه الفيلم اللي انتوا كنتوا بتحكوهولي ده؟ قالت لي الفيلم ده هم اللي اخترعوه مش انا بحب جوزك من قبل ما يتجوزك اصلا، وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا هبقى مع حد غيره، لكن الظروف والنصيب، ظروفه ما كانتش نافعه، جيت قدم لي اهلي رفضوه، وقابلوا باللي كان جاي لي من بره، كان معاه فلوس وقرشين حلوين، قبلوا بيه، فاتجوزت وسافرت، وبعديها هو اتجوزك، لحد ما عرف ان انا اتطلقت. رجعت وابتدى الود بينا تاني، ما انكرش ان انا اللي دورت عليه، وهو كمان ما صدق، واول ما شافني قال لي انسي كل اللي فات، انا عايزك وعايزه اكمل معاكي. وعلى فكره امه عارفه بالموضوع وعارفه كل التفاصيل، وهو اللي قال لها تقول كده عشان بيتك ما يتخربش، عشان ولادك يتربوا في وسطكم، لانه عارف انك بتغيري عليه غيره جنون، وعارف انك مش هتستحملي وجودي، وما تعرفيش انا كنت بتعذب وبتألم قد ايه وانا في وسطكم. ما انكرش اني حبيتك فعلا، لكن ده جوزي وليا فيه زي ما ليكي فيه بالظبط، فلا ترضي بالامر الواقع. لا كفايه بقى، انا مش همثل تاني، انا مش هكدب تاني، انا مراته وبحبه، وانا ليا فيه اكتر ما انت ليكي فيه. فانا الحمد لله ان انت عرفتي كل حاجه عشان احط النقط على الحروف. البي واقف ما بيتكلمش، انا ببص له ساكته مذهوله، دموعي نازله ومش قادره اتكلم. يعني في الاخر طلعتوا بتضحكوا عليا 7 سنين؟ 7 سنين انا المغفله الوحيده في القصه؟ يعني مرات ابو عيالي اللي كانوا بيقولوا لها يا عمتي طلعت مرات ابوهم مش عمتهم؟ ده العيال بيحبوها قوي، ده انا كمان بحبها قوي، ده انا كنت بحكي لها ادق تفاصيل حياتي معاه، ده انا 7 سنين عاملاها سري، بقول لها بيجيب ايه وما بيجيبش ايه، بقول لها بيعمل ايه وما بيعملش ايه. اتاريني كنت بحكي لدرتي على جوزي؟ يعني هي كانت بتسمع مني وتروح تعمل كل اللي انا ما بعملوش معاه؟ ما هي ما بتحكيليش، ما هي ما بتقوليش، ما هي هتقولي ايه؟ يعني انا اللي كنت بسلم نفسي ليها؟
افكار كتير جدا سيطرت عليا، ولميت بعضي وخدت عيالي وخدت هدومي ومشيت من البيت. بعد شهر تقريبا عبرني وسأل فيا، وجه بقى يقول لي مش ناويه تعالي بقى؟ المشكله ان ولادي في الشهر ده بيسالوني عليها، وبيقولوا لي يا ماما احنا مشينا ليه؟ ده عمته وحشتنا قوي وابنها وحشنا قوي. انا مش عارفه اقول ايه، حتى ولادي بقوا متعلقين بيها وبيحبوها، ما بقتش عارفه اعمل ايه. قطعت حماتي لحد دلوقتي، واخده موقف ومش هرجع له لو حصل ايه، وفعلا انا مش عارفه اعمل ايه. هو رجع لي وبيقول لي خلاص ايه المشكله؟ هو انت يعني كنت عايزه تفضلي مخدوعه عشان تعرفي تعيشي؟ ما الوضع هيفضل زي ما هو، ما انت بتحبيها وهي بتحبك، وبتخرجوا سوا وبتاكلوا سوا وبتروحوا عند امي سوا، وامي بتحبكم انتوا الاتنين، وانتوا الاتنين مليتوا عليها الدنيا، وابنها بيحب ولادك وولادك بيحبوا ابنها. فين مشكلتك؟ انا عايزه افهم. طبعا رديت وقلت له مشكلتي انت ما تفهمهاش، مشكلتي ان الاول كنت فاكراها اختك ملهاش اي حق عندك، لكن دلوقتي عايزنا نتصالح مع فكره انها مراتك اللي بتنام جنبك، اللي ليها حق فيك زي ما ليها حق فيك. انا مش هقدر اتصالح مع الفكره دي، ولو عملت ايه مش هقبلها ومش هسكت ومش هكمل معاك. هو قال لي انا مش هطلقك، مش هطلقك عشان ولادي لازم يتربوا بيني وبينك، مش هطلقك لانك عشرة عمري، مش هطلقك لاني فعلا متعلق بيكي، وما انكرش اني بحبها ومتعلق بيها، وما انكرش اني فرحت اول ما عرفت انها اتطلقت ورجعت. مش هقدر اقول اني ما بحبكيش، ومش هقدر اقول اني ما بحبهاش. بحبكم انتوا الاتنين وعايزكم انتوا الاتنين، ومديني مهله شهر افكر. في الشهر ده بيقول لي هو ده اللي عندي، انا في كل الاحوال مش هطلق، لا ترجعي ونعيش تاني اسره ما بيننا الدفى والحب والرعايه والاهتمام، ونفضل زي ما احنا ايد واحده، لا اما تختاري الطريق اللي انت عايزه ترسميه، لكن الطلاق مش هيجي مني. ابقي روحي بقى اخلعيني، ابقي روحي اطلبي بحقوقك في المحكمه وبيني وبينك المحاكم، لكن طلاق مش هطلق. ولادي بيقولوا لي يا ماما وحشنا بابا، وحشنا بيتنا، عايزين نرجع. بيني وبينكم مش مرتاحه قوي عند امي، ومش حاسه ان انا عايشه، لان هو حقيقي كان معيشنا عيشه حلوه جدا، وكان ما بيستخسرش فينا اي حاجه، وطبعا كان بيجيب لاخته اللي هي عايزاه، قصدي مراته، على اساس انها اخته، كان بيجيب لها كل حاجه، فكانت هي كمان عايشه معانا في خيره لان ربنا فاتحها عليه. لما عرفت اهلي قالوا لي ايه المشكله؟ ما تكملي وتعيشي، ما انت كنت عاملاها صاحبتك وداخلين مع بعض وخارجين مع بعض، اعتبريها صاحبتك. لكن انا مش قادره لاني بحبه بجد، مش قادره لاني فعلا دلوقتي احاسيسي بقت مختلفه. انا بغير عليه، ازاي ممكن اعرف انه جنبها وان هي عندي في شقتي وهي مراته مش اخته؟ ازاي انا وهي هنتجمع تاني عند حماتي وهي حماتها مش الست اللي رضعتها؟ ازاي؟ انا مش عارفه اتصرف ومش عارفه اعمل ايه. ارجوكي ساعديني وخلي الناس تقولوا لي اعمل ايه. طيب دي المشكله اللي جات لي، مشكله بجد غريبه جدا. هي شايفه نفسها مخدوعه، وبتقول ان هي الست اللي اتخدعت، والست اللي اتظلمت، والست اللي كانت المغفله الوحيده في الموضوع، ومش عارفه تعمل ايه. طيب انا رايي الشخصي، وطبعا هسيب لحضراتكم ارائكم، لان ارائكم بتفرق مع صاحب المشكله كمان، مش انا لوحدي. انا رايي انها هتكمل. هتقولوا لي ليه؟ هقول ان دايما في اوقات مش بس بنفكر فيها في نفسنا، بنفكر في اطراف تانية، والاطراف التانية هم الاولاد هنا ليهم حق انهم يعيشوا مستقرين نفسيا وماديا، وانتي اعتبري ان ربنا كان بيمهد لك الطريق. 7 سنين عاشرتي الست دي، عرفتيها، حبتيها، وابنها حب ولادك، يعني حصل ألفة. طيب اكيد ربنا ليه حكمة في اللي حصل لك. تأخير انك تعرفي ده حكمة ربنا، عشان هو الحكيم العادل. اصل لو انت كنت عرفتي من اول يوم كان هيبقى ده احساسك وكنت هتطلقي، والعيال دول اللي كانوا هيخسروا وهيدفعوا الثمن. لكن تأخير معرفتك ده حكمة كبيرة جدا من المولى، ان ربنا بيقولك اتصالحي مع الوضع. انت عرفتي خلاص، والست دي عرفتيها وقعدت معاكي وكلت معاكي عيش وملح وكلتوا سوا في طبق واحد، وبتروح لحماتك وولادك بيحبوها، خلاص ما تتصالحي مع الوضع وتكملي. هتقولي لي اصل الاحساس اتغير، اكيد اتغير، فكره انها اخته غير فكره انها مراته، الموضوع جواكي اتغير، لكن في اولويات.
مش كل حاجه عاطفه وان احنا نتصرف بس بمشاعرنا. في حاجات مهمه جدا جدا ان احنا نفكر فيها. ولادك لازم تفكري فيهم. الست دي عايشه وهتبقى مستقره. الراجل اللي هو جوزك ده لو انت خدتي ولادك ومشيتي هيربي ابن مش ابنه، وهتبقى انت حرمتي ولاده من حقهم في ابوهم، وفي الاخر هو بيربي ابنها هي. في نقط مهمه جدا لازم تخليكي تتجنبي فكره العواطف. العواطف مش وقتها دلوقتي. بتحبيه حلو قوي، بيظلمك لا، هيجي عليكي لا، مش هيعدل بينكم لا. وده شرط الزواج، ان الراجل لو هيجمع بين زوجتين وفي بينهم العدل او 3 أو 4 قدر يحقق العدل اللي ربنا قاله، يبقى يستخدم رخصته. خاصة انه لو قادر يفتح اكتر من بيت، عنده القدرة المادية، القدرة الصحية، طالما ربنا مديله القدرة دي يبقى هو استخدم حقه الشرعي. السيناريو بقى مش عاجبك او اترسم غلط او كان فيه خداع، بس عايزة اقولك ان انت اصلا بتجسسك عليه اللي عملتي كل ده. ما انت لما جبتي الكاميرا وركبتيها وتجسستي، وعشان كده ربنا بحكمته جعلنا ما نعرفش الغيب، وما حبش ان حد يتطلع على حد ولا خصوصيات حد، لان التجسس يا جماعه بيأذي صاحبه، ما بيأذيش اللي انت بتتجسس عليه. اوعى تفتكر انك لما تتجسس على حد انت كده شاطر وناصح، بالعكس انت بتدمر نفسيتك، لانك بتعرف اشياء لو واجهته بيها هتخسره، ولو ما واجهتوش وسكت هتتوجع وتتألم بانك عرفت. مش حلو ان احنا نعرف اللي بيتقال في الكواليس من ورانا، مش صحي، مش حلو، ما ينفعش. لو كان حلو كان ربنا اطلعنا، كان ربنا قال لي فلان بيقول عليا ايه في ظهري، لكن من حكمته ان هو بياخد لي حقي من غير ما اعرف بيتقال ايه في ظهري. فلما انت تجسستي وجبتي الكاميرا وابتديتي تفتشي فقفشتي ان معاه واحده، فعشان هو يخرج من القصه فهمك ان هاخده في الرضاعه. فالبدايه اصلا كانت من عندك، انت اللي اذيتي نفسك بنفسك لما قررتي تفتشي ورا جوزك. انا بنصح كل ست ما تفتشيش ورا جوزك. جوزك راجل محترم وكويس، والقدر هو اللي اثبت لك شيء انت ما تعرفوش، خلاص خدي موقفك. لكن طول ما انت ما فيش حاجه ظاهره قدامك ما تقعديش تدوري، ما تاخديش الموبايل تتصنتي بيقول ايه مع امه. وده بيحصل، تلاقوا ستات واخده موبايل جوزها اول ما ينام، والله وده حصل من ناس اعرفهم عن قرب جدا، اول ما جوزها ينام تاخد الموبايل، عارفه الباسورد، تفتح الباسورد وتجري على تسجيل المكالمات، تسمع امه بتقول ايه وهو بيقول لها ايه واخته بتقول له ايه، وتبتدي تشيل منهم رغم ان هي لو ما كانتش سمعت كانت هتفضل بتحبهم وكانت هتفضل لطيفه معاهم وهم بيحبوها، واللي ظاهر علاقه كلها حب. لكن لما كانت تسمع تفضل تشيل، ده بصي امه قالت له كذا، دي من ورايا بتقول عليا كذا، دي قالت على فلانه كذا. طب انت مالك؟ ليه؟ اعتزل ما يؤذيك. ليه بتدوروا ورا الحاجه اللي تؤذيكم وتتعبكم؟ ليه؟